مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم طليت عليكم بهذه الوصفه تاع المعسله اللي حتكون من نوع اخر. راح نحضروها بطريقه بسيطه جدا، يعني دفعه واحده في البلاطو وتعسليها وانتي تقهويتي ببنه رائعه جدا. راح يجي فيها مزيج بين جلجلانيه مشوك، يعني عده اذواق. متاكده لو كان يذوقها اي واحد عندك راح يحير في المذاق ديالها ويطلب منك الوصفه مباشره. راح تجي تذوب في الفم يا البنات، تجي معسله حتى القلب، راح يجي مذاقها مختلف ومتميز. سجلوا الوصفة ومتأكدة راح تعجبكم بزاف بعد ما تجربوها. معلي نقول لكم نروحوا مباشرة في طريقة تحضيرها ونشوفوا مقاديرها مع بعض. مرحبا بكم جميعا، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. نتمنى التوفيق والنجاح لكامل وليداتكم، وان شاء الله كامل تعمل افراح في بيوتكم يا رب. بسم الله على بركة الله. نبدأ في تحضير وصفتنا اللي حتكون مميزة جدا على طريقتي. راح نحضرها بطريقة مختلفة. راح نمزجوا فيها عدة أذواق. راح يجي فيها ذوق الجلجلانية، ذوق مشوك عفوا. يعني متأكدة اللي راح يذوقها عندكم سواء في الأفراد العائلة ولا ضيوف هكا راح يعجبهم بزاف المذاق ويحيروا فيه. ويطلبوا مباشرة منكم الوصفة. ومقاديرها بسيطة جدا وفاش مليحة أنها توجدوها تم تعسليها، طيبيها في الفرن دفعة واحدة في سنيوة وانتي تقهوي يعني بمعسلة لذيذة جدا. معليكم غير تبعوني البنات وشوفوا بلي صح بسيطة هذه الحلوة. بسم الله. في غيسيبيون درت رشة تاع الملح، ودرت 3 مغارف تاع مارغرين ما يعادل 150 غرام. درنا معاهم نص كاس تاع سكر غلاس، تقدروا ديروا سكر حبيبات اللي ما يحبوا سكر غلاس. ودرت معاها مبشور تاع حبه ليمون، بشرتها كامل باش يجي مذاق رائع. هنا درت ربع كاس تاع الزيت ما يعادل حوالي 2 ملاعق حتى 3 باش تخلي الحلوه تاعنا تجي طريه. وتبعوا معايا، حنا ندير لها واحد المكون ولا ملعقه فقط راح تخلي الحلوه تاعكم تجي طريه طريه بزاف بزاف. خلطت هذوك المارغرين والسكر. هنا حنضيف 2 حبات تاع البيض. هاكو تشوفوني نستعمل غير الفرشيطه، تقدروا تستعملوا في هذه المرحله هنايا الباتور ولا شوي باش تشوفوا بلي بسيطه جدا. كي تبداو تخدموا هذه المرحله اشعلوا الفرن تاعكم مسبقا باش يسخن. خلطت مليح هذاك البيض تاعي مع المقادير الاولى. هنايا راح نضيف المكون الاول اللي حيعطي ذوق الجلجلانيه اللي هو كاس محمص تاع الجلجلان ومرحي. هذا الكاس 220 مليلتر كاس جلجلان محمص ومرحي. ونزيد نضيف هنا كيس تاع خميرة الحلويات، من الحلويات اللي كامل تحبوها، خاصة تكون هكا ما تشدش اليد وتخرج لكم كمية مليحة. انا وحده نحب هذا النوع من هذه الحلويات. هنا ضفت يا البنات اللي حيعطي لها ذوق تاني مزيج بين المشوك والجزلانيه اللي هو نص كاس تاع كاوكاو محمص ومرحي بالقشور ديالو خير باش يزيد يعطيكم بنه. والملعقه اللي قلت لكم راح تعطي بنه وطراوه تخلي الحلوه تاعكم طريه اللي هي ملعقه بومبي تاع المايزينا. نعم راح تخلي الحلوه تاعكم طريه، ما تخليهاش مقرمشه يابسه كي تعسلوها ولا تقعد طريه من الداخل. حركت هذيك المايزينا وضفت كاس الاول تاع الفارينه تدريجيا، ومن بعد بديت نضيف تاني الكاس الثاني. راح نتحصلوا على عجينه تكون طريه دوك تشوفوها. راح نضيف هنا درت 2 كيسان تاع الفارينه وضفت ملعقه بومبي ما يعدل حوالي هكاك ربع. يعني هاي العجينه اللي تحصلنا عليها تكون هكا طريه، ما تنشفوهاش بزاف باش ما تسحقش منكم فيما بعد تعسل بزاف. حكمت بلاطو 30 على 25 فقط. نتوما خياتي ما ديروش هذاك الورق الطهي هكا باش ما تغلطوش نفس الغلطه ديالي، لانه لقيت صعوبه كي جيت تنحي المراسم كي قسمتها، لقيت صعوبه بزاف. احسن ديروا مباشره في البلاطو. انا استويتها كامل ودرت لها الخطوط ومن بعد دهنتها بياض البيض. من احسن دهنوا قبل بياض البيض ومن بعد قسموا الخطوط لانه راح يتغطاو معاكم. تقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي، تقدروا ديروا كاوكاو ايفيلي هكايا وتشبحوا بلي سوريس كونفي ولا اي شيء متوفر عندكم. كاوكاو يعني مدقدق. رشيت رشه مليحه من الجلجلان وعاودت كامل يعني طراسيت الخطوط هذوك هكذا. ومن بعد نزيدو نديرو تاني مربعات، يعني حتخرج لكم قلت لكم كميه ما شاء الله. زيد نقسم مربعات تحبوهم كبار ولا صغار بهذا الشكل. انا درتهم شويه كبار مربعات، تقدروا تصغروهم شويه.
في عود ديروا 4 خطوط، ديروا 5 هنايا. حكمت هنا عندي نصوصه تاع الجوز، نرمدهم في بايض البيض ونلصقهم هكا باش نضمن تلصق معانا ما تنحاش. تقدروا ديروا تاني حبه كاوكاو وحبه لوز اللي كانت متوفره عندكم، ولا حبه لي سوغيس كونفي كيما قلت لكم. راني مشعله الفرن على 170 درجه، راح ندخلها طيب من تحت ونزيد نعطيها تحميره من الفوق ونشوفوها مع بعض. هاي ليك هنا بعد ما خرجتها من الفرن مباشره حكمت هنايا العسل. درت حوالي كاس ونص تاع 220 ملل تاع العسل، درت لها من 2 حتى 3 مغارف تاع المزهر، وحركتهم مليح وعسلت مباشره وهي سخونه هكذا. دوك تمتم تتشرب هذاك العسل. عاش قلت لكم ديروا شويه العجينه طريه باش ما تسحقش انكم تشربوها بزاف وتجي طريه، وهذيك الملعقه تاع المايزينا حتخليها تجي بزاف طريه صدقوني. وبيان سور نحطها على جانب تبرد مليح هذيك الحلوه باش تقدروا تقسموها. يعني انا وجدتها صباح، طيبتها صباح، والعشيه مع العصر مع القهوه اقسمتها وقدمتها معكم. يلا نخليها ونشوفوها فيما بعد. بعد ما قسمتها بعد ما خليتها عفوا حطت روحها مليح هكا باش نضمن انها كي نقسمها ما تفتتش معايا. هاي ليك شوفوا كيفاش تشربت يا البنات ما شاء الله. شوفوا علاش قلت لكم انا من قبيله ما ديروش ورق الطهي، لقيت صعوبه جدا 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 باش نطلع المورسو. لصق لي ماشي لصق لي في البابي كويسون، جو كي نجي ندخل هذيك الراكليطه باش نطلع يمشي معاها تلصق لي في البابي كويسون مباشره. ديروا نتوما في البلاطو. ما فهمتوا علاش غلطت ودرت ورق الطهي. كيما تقدروا ديروا هاد الحلوه على شكل كريات على شكل مشوك وديروا لهم العسل تاني يجيكم تاني شابين، راح يجوا تاني احسن واحسن. هاي ليك شوفوا كيفاش نحى معنا المورسو. قلت لكم لقيت صعوبه يعني يفسد لكم المورسو هذاك البابي كويسون. من الاحسن ديروا ديريكت في البلاطو هكا باش كي تدخلوا ديك الراكليطه يطلع ديريكت المورسو. هاي ليك معانا يا البنات تجي خفيفه قلت لكم طريه، دارت دور رائع هذيك الملعقه تاع المايزينا. انا قدمت لكم بعد القطع هامنيك في طبق تقديم. شوفوا كيش يجي شكلها، راهي تبان بلي حاجه مشربه وطريه. نقسم معكم القطعه بالملعقه باش تشوفوا كيفاش جا قوامها. راح تجي تذوب في الفم، تحسوا حاجه طريه في فمكم وهشيشه وما تجيش معسله بزاف يعني ما تقهمش. تقدروا تنقصوا في الكميه تاع السكر اللي ما يحبوش السكر. هاي ليك يا البنات متاكده لو كان تجربوها تعجبكم بزاف، وممكن تقدموها لضيوفكم مع لاتاي ولا مع القهوه راح تنال رضاهم ان شاء الله. معلي نقول لكم غير جربوها واعطوني رايكم، وانتظروني في وصفه واحده اخرى. نتمنى نجاح كامل وليداتكم في وصفه اخرى. مع السلامه.